في الظل كده ومحدش واخد باله، أثناء ما متحف كراسنويارسك في سيربريا كان بيرقم صور فوتوغرافية قديمة من أوائل القرن العشرين، لقوا حاجة غريبة جدا خلت كل اللي يشوفها يحس برعب وخوف. في كل الصور تقريبا حوالي 1000 صورة وكمان 4 نيجاتيف على الزجاج ظهرت بنت صغيرة لابسة أبيض واقفة بنفس الوضعية وبنفس التعبير على وشها. الملابس بتتغير، الحذاء بيتبدل، بس البنت ثابتة كأن الزمن واقف معاها. كل مرة تلاقيها مستخبية في ركن الصورة أو واخدة مكان مش واضح كأنها بتراقب في صمت. الناس بدأت تسميها الفتاة الشبح وحاولوا يفسروا وجودها. هل كانت بنت المصور؟ هل في خدعة فوتوغرافية ولا سر أكبر لسه محدش عارفه؟ اللي أغرب من كده إن لحد دلوقتي مفيش أي حد اتعرف عليها أو طلع يقول دي مين. سؤال بقى، انتوا شايفين دي روح شبحية فعلا ولا لغز تاريخي لسه مستني يتفك؟